السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. ده الفيديو بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده ان شاء الله يكون سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. جايبه 3 خامات معايا. اي قطعه من الكرتون عندنا، مساحه انتوا عايزينها او عاوزين تجمعوا قطعه كرتون براحتكم، متاح ليكم. اي قطعه قماش، بس انا هستخدم ستان النهارده، ده اللي موجود معايا. وطبعا اي قطعه اسفنج. بس شايفين دي بواقي حتى عندي كمان، انا ما برميش حاجه، بس تكون من نفس، يعني انا هعملها القطعه اللي عندي تكون داير ما يدور الشكل بتاعي ده. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ تابعوا معايا الفيديو. قبل ما ابدا بقى، يلا بسرعه لايك للفيديو عشان تدعموا الفيديو، وعرفوني في التعليقات اذا كان الفيديو عجبكم ولا لا. وعرفوني طبعا محتاجين ايه في الفيديوهات اللي جايه باذن الله، عشان انا بعمل سلسله من الفيديوهات كده ان شاء الله تعجبكم. مبدئيا اول حاجه هنبدا نعمل نجيب قطعه الاسفنج، واخد مقاس الكرتونه واعمل منها طبقتين، بحيث تبقى انا محتاجه سمك شويه على الكرتونه بتاعتي. هابدأ بقى في الأول أثبّتها طبعًا كويس جدًا على الكرتونة. طبعًا يعني أنا باحتاج المقاس اللي أنا عايزاه، يعني أنا الكرتونة دي عشان كانت باقية عندي، فحبيت إن أنا أستغلّها كويس. وعادي لو الأسفنجة خلصت معاكِ ابدئي إن أنتِ زوّدي بأسفنجة جديدة، يعني هي مش هتبان. عمومًا أنا باعملها طبقة داخلية، هنعمل قماش وهتبقى طبقة داخلية تانية معانا. طبعًا زي ما أنتم شايفين أنا باحاول إن أنا أثبّت كويس خالص. بدأت أجيب القماش، أنا ممكن أستخدم أي نوع قماش يا جماعة عشان نبقى عارفين. دي ستان. بدأت إن أنا أجيبها وهابدأ أثبّتها كويس خالص على الكرتونة. طبعًا هي كبيرة، يعني مربّعة شوية مش واخدة استطالة، فبدأت أعمل الجزء الداخلي بحيث أعمل الكسوة من جوّه مع الكسوة الخارجية، ما احتاجش إن أنا أعمل جزء تاني داخلي. زي ما أنتم شايفين كده بقى، أنا هابدأ أعمل إيه، المفروض إن أنا هاثبّتها دلوقتي الجزء الداخلي، بس طبعًا دي غلطة. أنا بعد ما عملت الشمع فكيتها تاني، علشان النُّغَز أو يعني التفاصيل اللي أنا هاعملها على الكرتونة من برّه، محتاجة أعملها قبل ما أعمل الجزء دوّة، تشوفوه دلوقتي معانا. زي ما أنتم شايفين كده طبعًا للأسف أنا فكيتها تاني، لإن أنا هابدأ أعمل الشغل عشان يبقى الشغل بتاعنا فيه نضافة شوية، ما يبانش العيوب أو الديفوهات اللي تبقى موجودة. هابدأ أجيب معايا إبرة بس تكون قوية شوية كده، وخيط زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أعمل نُغَز في قلب الأسفنج مع الكرتونة. هتتقطع الكرتونة؟ لأ خالص والله، كانت متثبتة كويس جدًا وكانت حلوة، يعني ما حصلش فيها أي مشاكل. طبعًا خدوا بالكم من معلومة، كل ما أعلّي الأسفنج كل ما هتدّيني النُغَز دي باينة أكتر وهتبقى شكلها تحفة يعني، هتعجبكم أوي إن شاء الله. عايزة أقول لكم أنا باربط من جوّه الخيط بتاعي، باربطه أنا بإيدي، مش باعمله، يعني باعمل الخيطين طالعين كده، بابدأ كده أبدأ أعمل لهم عقدة داخلية من جوّه. هي ممكن قد يكون مش واضحة أوي لإن أنا مش بالزقها، تمام كده. بعد كده أنا خلّصت التقفيلات اللي أنا عايزة أعملها، هابدأ إن أنا أثبّت القماشة بتاعتي على الكرتونة زي ما أنتم شايفين. ما تنسوش بقى تشتركوا على الإنستجرام وعلى الpage بتاعة الفيس عشان يوصلكم الإشعارات بسهولة، وتبدأوا عن طريقها تشوفوا الفيديو على طول أول لمّا ينزل، لإن كتير خالص بيبدأ يسألني ليه الإشعارات مش بتوصلني، ودي أزمة اليوتيوب دلوقتي. الغوا الاشتراك ورجعوه تاني، بحيث الإشعار يوصل لكم لمّا تفعلوا رمز الجرس. كده تقريبًا خلاص الدنيا بقت كويسة، يعني الدنيا اتضبطت معانا القماش. بعد كده هاجيب قطعة كرتون عادية خالص مسطحة، ممكن أدمجها 2 بحيث تبقى قوية شوية، هي تقريبًا على مقاس الكرتون أو أكبر شوية. جِبت قطعة الستان دي طبعًا باينة، هي لونها يعني في الطبيعي درجة من درجات البطيخي كده. آمم
جبتها بحيث تليق معاها، شكلها تحفة جدًا عليها برضه. هابدأ إن أنا أثبّتها كويس زي ما أنتم شايفين، وهابدأ أعمل لها الديكور بقى اللي أنا محتاجاه، أيًا كان هو بقى. عايزة تسيبيها كده براحتك، عايزة تعملي الديكور بتاعنا ده براحتك. أنا جِبت معايا دانتيل من محلات الكُلَف والخيوط، وهابدأ أجيب برضه الخيط بتاعي واشتغل غرزة السراجة العادية خالص اللي بنشتغلها كتير معانا في الفيديوهات، وأبدأ أشد الخيط بحيث يدّيني كشكشة شكلها ظريف على الشكل بتاعي. زي ما أنتم شايفين كده أنا بدأت إن أنا يعني أقفّلها كلّها خالص بالخيط بغرزة السراجة، وبعد كده أبدأ أشد الخيط فهيدّيني الكشكشة اللي أنتم شايفينها دي. عايزة تثبّتيها كده براحتك، عاوزة تشدّيها وتدّي الشكل اللي أنا شايفاه ده اللي أنتِ شايفاه ده براحتك برضه. هابدأ أثبّتها بالشمع كويس، بحيث تثبّت لي الكشكشة برضه ديّة، تبقى شكلها ظريف. زي الاسترسات كده الصغيّرة، بس باجيبها كبيرة بقى، المتاح عندِك ابدئي حُطّيه. برضه لو مش عندِك الكسر بتاع اللولي دوّة النُص، بيبقى حُطّي الكبيرة عادي، هيدّي شكل ظريف وجميل برضه. من اللون الأبيض برضه أنا جِبت دانتيل هابدأ أعمل منّه فيونكة وأحطّها في الجوانب، لإن أنا ما حطيتش الشكل ده في الجوانب، وعلشان أداري كمان يعني أنا عاملاها لغرض ما أداري اللي هو التقسيمة اللي هي كانت يعني الفيصل اللي أنا تقسيمة القماش نَفْسه. هتشوفوه دلوقتي هنا كده شايفين إن أنا باحط عليها الإيه، ال الشكل ده بحيث تداريها يعني، اللي هو الفاصل بتاع القماش نَفْسه. وبرضه نفس القصة عملتها على الشكل من فوق الغطا، وبعد كده بقى زي ما أنتم شايفين خلاص تقريبًا الفكرة اكتملت، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى الناس الجديدة اللي أول مرّة تزور قناتي يالّا اشتراك على القناة وسبسكرايب، متنسوش تفعّلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي، ولايك وشير للفيديو.